معنا سيد منار اسكندراني، ناشط سياسي إسلامي وفي وزارة الخارجية، المكلف بالمليون دولار. شنو هي حكاية المليون دولار؟ مليون دولار هذه كانت طبعا مش نتكلم على الوزير اللي أنا كنت حاضر في اللي قالوا لاني معنا خدم الله يبارك فيه والمجموعة اللي معه الإدارة التونسية على رأسها مديرين الإدارة خدموا خدمة باش لما يجي اللقاء متاع المؤتمر الصيني سينو أراب هنا في تونس أنه تونس ما تكلفوش وإنما الصين تتكلفوا. كان هذا طلب الصين، كان طلب سري أنه نعطيكم مليون دولار باش ما نجمش نعطي لبقاع آخرين. وفي الأصل المفروض من الألفة وقت باش ترسل، وهذا أنا سألت اليوم في الإدارة التونسية في إدارة الخارجية لم ترسل أي ورق استفسار أنها أرسلت قالت ودي يقولوا لي شنو حكاية مليون دولار قبل ما نهبط، لأن هي تدخل في إطار سر الدولة. لأنه الآن باش نقعدوا في إحراج كبير. تونس اليوم واقع في إحراج مع الصين. كيفاش طلع الخبر هذا؟ كيفاش باش نعملوا المرة الجاية؟ ما باش تكون الدول الثانية كي نحبوا ناخذوا هالطريف هذو باش يعاونونا قاصين الحبل. تجاوبوهم تقولوا لهم عندنا صحافة حرة؟ لا 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 لا, لا. مش هكذا تخدم الصحافة في العالم. انت وانا عايش 28. شوف خويا انا 28 سنة برا. الصحافة من الحرية نتاعها هي مصلحة البلاد. هي مش تخدم بحرية. إذا كان فما شيء قتل سامحني يا خويا. مش سر نتاع حرب احنا لا ولا لا لا لا, لا. ما تقص المرة الجاية ما عادش. ماشي حكي. انا تو نقول لك يا الصين نقول لك راني ما نعطيك ما يسمع بيا كان حتى حد. باهي شنو الآليات هذه؟ الدولة عندها آلياتها. عندها الدولة آلياتها أنك تسأل وزارة المالية وزارة الأولى وكذا. أنا راني بجينا هذايا هبة وهبة الدولة الثانية ما تحبش تعرف بها. عندها آلياتها كيفاش تعرف. السؤال هل الوزير تخطى الآليات؟ قطعا لا. قطعا لا. والإدارة تعرف وهي تطالب بالتحقيق. شنو العلاقة الهبة ما تحبش تقول بها إنها مشيت للكونت وزارة الخارجية مباشرة؟ ما هو تمشي. ما هو هذه هي الدولة هي اللي تلوج كيفاش تعملها الحل المشكلة. لأنه فما طلب رسمي من دولة ثانية أنه ما يدخلش في السيركوي العادي لكي تفضح. باش سي دولة ثانية أفريقية كيف غدا باش تقعد في الإشكال هذا ما تجيش تقول عطاتو تونس تعطيو لنا احنا. هذا الإشكال. فهو يصبح سر من أسرار الدولة كيفاش تخدمه مش سريانة ولا